ده احدث موبايل في الفئه الاقتصاديه من ريلمي، وهو الريلمي سي 63. موبايل اقتصادي ظهر جلد، مواصفات قويه هنتكلم عنها في الفيديو. وبسعر كام بقى؟ تخيل النسخه دي بسعر 520 درهم او 6200 جنيه. النسخه 6 جيجا رام 128، والنسخه 8 128 ب 7200. بس انا شايف ان دي اوفر برايس شويه على امكانياتها، ولكن ال 6200 نسخه مثاليه. فتعالى نتكلم على الموبايل ده. نبدا بسم الله، والفيديو ده هيبقى بستايل مختلف. للعلم اهم ميزه قوه في الموبايل ده بالنسبه للمنافسين ومش موجوده فيهم نهائي، مفيش منافس بالسعر ده بيقدم النقطه دي، الا وهي الشاحن. الشاحن هنا اللي بيجي مع الموبايل 45 واط. دي سرعه شحن في الفئه الاقتصاديه ما جاتش قبل كده ومش موجوده، ودي نقطه مميزه مع بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير. فالموبايل ده بيقدم في البوينت دي خلطه ممتازه. ولكن مش دي بس نقطه القوه. الموبايل لو تركز كده معايا، الموبايل جلد، التصميم ده جلد. انت متخيل انت تاخد تصميم بريميوم بالشكل ده في الفئه السعريه دي؟ دي برضو حاجه مش متاحه بالنسبه للمنافسين. لسه جاي اكلمك عن المميزات والعيوب كلها، ما تقلقش. انا بس بقول لك الفيتشرز الاساسيه اللي فعلا ملفته في الموبايل ده. غير تالت حاجه بقى والمهمه جدا، ان الموبايل ده الشركه بتقول ان هو بيتحمل الصدمات. لو شفت الريل اللي هيظهر لك هنا او هنا جنبي، انا وقعت الموبايل ده كذا مره ولكن ما حصلش اي حاجه. ما حصلش اي حاجه في السكرين بتاعته. تعالى بس اهو افتح لك السكرين. ما حصلش اي حاجه في السكرين نفسها، ولا في الظهر، ولا في الفريم بتاع الموبايل، رغم ان خاماته مش هقول لك احسن حاجه في الدنيا، ولكن في الفئه السعريه دي كويسه. طيب هل ده يعني الموبايل ده ما بيتكسرش تماما؟ هو بمعيار العلمي، يعني بمعيار اي بي 54. هل ده معناه ان الموبايل ده ما بيتكسرش تماما؟ الاجابه لا. ولكن معناه ان الموبايل ده بيستحمل، وهو حرفيا وحش يستحمل معاك جامد جدا. ولكن هدفنا من التجارب دي دايما كمراجعين تقنيين ان احنا نوضح لك الموبايل بيوصل لفين. مش معنى كده ان انت تمسك الموبايل تحدفه في الارض زي ما انا حدفته وتقول لي ده اتكسر. ولكن احنا بنديك تجربه عشان نحسسك لو في كيس لا قدر الله الموبايل وقع من ايدك، احتمال بنسبه كبيره الموبايل ده ما يتكسرش. فدي نقطه قوه للموبايل ده او ميزه. طيب دي كده بشكل عام، هي دي تلاقي تقريبا دي كده بشكل عام الحاجات الاساسيه الملفته في تجربه الموبايل ده عن اي موبايل تاني. ولكن تعالى نتكلم بقى عن مواصفات الموبايل ان جنرال عشان اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. فمواصفات الموبايل نبدا فيها بالشاشه. الموبايل هنا بيجي بشاشه عملاقه زي ما انت شايف بمساحه 6.75 انش. شاشه كويسه جدا بالنسبه للفئه دي، ولكن بجوده اتش دي بلس مش فول اتش دي، وده طبيعي برضو في الفئه دي. ولكن بقول لك النقطه دي طبعا مع تصميم الدوت نوتش اللي هي يعتبر مش اجدد حاجه، بس كل الفئه دي بتقدم نفس الموضوع ده. طيب فما فيش يعني ابداع او كرياتيفيتي في الموضوع. وطبعا 90 هرتز وشاشه مناسبه للاستخدام اليومي والالعاب حتى جدا، وهنيجي للنقطه دي قدام. وبالنسبه للكاميرا في الموبايل ده، فالكاميرا السيلفي هوريك الصوره دي دلوقتي في الايديت. الكاميرا السيلفي بتقدم صور ممتازه بالنسبه للفئه دي في اي ظروف اضاءه بشكل عام، بس اكيد طبعا في الاضاءه الاعلى زي استوديو او اضاءه الصبح هتكون الصور احسن. وكمان لو صورنا العلبه كده هعرض لك الصوره برده دلوقتي عشان تحاول تتخيل معايا. فدي الصور بالكاميرا الاساسيه الا وهي ال 50 ميجا بكسل الكاميرا الخلفيه. فبشكل عام تجربه التصوير على الموبايل ده مش وحشه خالص، بالعكس مناسبه للفئه السعريه دي، ما فيهاش اي مشكله وما عنديش اي اعتراضات عليها بشكل ما. ولكن زي ما بنقول مميزات او حاجات عجبانا، لازم نقول الحاجات برضو اللي مش ملفته في الموبايل ده، زي مثلا المعالج. المعالج هنا مش وحش، تقدر تشغل عليه بابجي يا سيدي، بس اكيد على فريمات قليله. ولكن مش معالج قوي يديك بوش او اداء قوي في الحاجات التانية. وانا عارف ان الفئه دي انت يا اما بتاخد شاحن زي ده مع امكانيات تانية جامده وتضحي بمعالج، يا اما بتاخد معالج وتضحي بكل الامكانيات. فده طبيعي وانت بتختار الخلطه اللي عاوزها من اي شركه بالنسبه لك. فالمعالج هنا اسمه في الحفظ صعب عليا، بس استنى كده اقول لك اسمه ايه بقى. اليوني سوك تايجر تي 612 12 نانو. فهو معالج اكيد برضو مش موفر للطاقه، ولكن كده كده البطاريه كبيره والشاحن سريع، فانت ما عندكش مشكله في النقطه دي. وفي الاداء اليومي مفيش اي مشكله، خصوصا مع النسخه 6 جيجا رام او 8 جيجا رام. فالموبايل مش مؤثر في الحته دي عشان المالتي تاسكينج، وانت تفتح اكتر من برنامج في نفس الوقت ما يبقاش عندك فيها اي مشكله. ده غير ان مستشعر البصمه في الموبايل ده مثالي جدا. فمثلا بص اهو، مجرد حطيت صباعي الموبايل فتح، قفلته تاني بص، فبيفتح بسرعه جدا بالنسبه للفئه السعريه دي. مستشعر البصمه قوي جدا. والموبايل ده بيجي بواجهه ريلمي يو اي 5 مع اندرويد 14. فاخر ابديتس محتاجها مش هتلاقي احسن من كده. وكمان هو تقريبا الدنيا قفلت، فقول لي صورنا الفيديو ده في كام ساعه. المهم الموبايل ده كمان بيجي
شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، فالموضوع ده رايق. ده غير انه بيجي معاه في العلبه جراب سيليكون، تمام. وطبعا زي ما قلنا الشاحن وسلك الشاحن، وكمان دبوس الشرايح زي اي موبايل، فمش هتحتاج معاه تشتري له اي حاجه خالص. فانت شاري موبايل بالسعر ده قصاد الكواليتي دي والحاجات اللي انت واخدها، تجربه مميزه اكيد وهتكون مناسبه لناس كتير جدا. بس كده، دي كل حاجه ممكن تكون عاوز تشوفها او تعرفها عن الريلمي سي 63، الموبايل اللي بيقولوا عليه انه ما بيتكسرش. بس كده، اكتب لي رايك في التعليقات تحت، وقول لي ايه عاوز ايه الفيديو الجاي، وان شاء الله الفيديو الجاي نصوره يكون الكادر الصبح شويه. فقول لي رايك في الكواليتي والستايل ده، انا حابب اكون مختلف في طريقه تقديم المحتوى الفتره الجايه زي ما انا عملت في الريلز وبقت قويه جدا الحمد لله. لو مش تابعني هتلاقي المنصات بتاعتي اليوزر نيم هنا، روح تابعني. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.